ازيكم عاملين ايه؟ وبعد ما كملت معاكم اخيرا احنا في المركبة، خلاص بقى خلصنا كل الاجراءات. حطينا الشنط بتاعتنا، اتغدينا الصبح في المركبة، حضرنا المركبة وهي بتتحرك. خلوني نجهز وننزل للعشاء. هقول لكم على كذا تركية، بس خلونا الاول نقيم الاكل. الطابور اللي انتوا شايفينه ده كان على المطاعم اللي انتوا المفروض بتبوكدت وانتوا بتحجزوا. ميت بول بتاعتهم كانت رهيبة حلوة جدا، قاعدين في مطاعم فخمة جدا، وبتنزل لكم المنيو والكلام ده كله، وانتوا بتختاروا فيه كذا حاجة ممكن تختاروها. طبعا عايزة اقول لكم انه اكلهم كواليتي عالية جدا. يعني هنا بصوا شايفين الستيك عامل ازاي. طبعا انا هنا كنت بقيم لكم الاكل. اكلهم حلو جدا. الستيك ده انا عايزة اقول لكم انه على مدار ال7 ايام انا ما طلبتهوش مرة او 2، طلبته كذا مرة. السويت ستاف كمان بتاعتهم انا عايزه اقول لكم ان انا كنت بخليهم يختاروا كل واحد فيهم على الترابيزه حاجه جديده عشان اصورها، وقبل ما يبتدوا ياكلوا كنت دايما باخدهم انا الاول وبفضل اتست الاول. التشيكن اللي انتوا شفتوها هي المفروض كانت تشيكن جريل، هي دي الحاجه الوحيده اللي عليها كومبلين، انها ما كانتش جريل، هي كانت مسلوقه، بس كانت حلوه، طعمها حلو، طعمها نظيف، حلو جدا. التشيز كيك جراندما تشوكلت لو انتوا رايحين على MSC لازم تطلبوها، حلوه جدا 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 جدا. بصوا يعني انا عايزه اقول لكم ان انا برضو مش من اول مره طلبتها، انا طلبتها كذا مره. التشيز كيك انا مدمنه التشيز كيك، حلوه قوي قوي قوي. في عندكم ديت حد من على الترابيزه طلبها، هي على فكره باللوز، وانا مش بقى شايفين. بصوا انا مش بيك فان لاي حاجه محطوطه فيها لوز، يعني ممكن اقرقشه كده لكن طعم اللوز بيبقى غريب فانا ما بحبوش. طيب طبعا دي احنا كنا مسمينه الشارع. دي حته في الكروز، بصوا شايفين شكلها من جوه رائع فوق الرائع. طيب بالنسبة للمطاعم خلوني اقول لكم انه وانتوا بتبوكدوا الكروز بتختاروا المطعم بتاعكم، وممكن تفطروا او تتغدوا او تتعشوا فيه، وبيبقى بموعدين. يعني في حاجة اسمها early dinner، في حاجة اسمها late dinner، والغدا والفطار نفس الكلام. ما تنسوش كمان تاخدوا هدوم حلوة قوي بالليل، لانه كله بيبقى لابس سواريهات، هدوم شيك جدا، فساتين، احلى هدوم هتلاقوها بقى بالليل، والناس كأنهم بصوا حفلة. طبعا هنا الفاشونيستا بتاعتي كانت بتتصور. طبعا خدوا صور تذكارية كتير، ممكن تاخدوا صور على المركبة، بس للأمانة عشان تطبعوها غالية مش رخيصة. بس ممكن يعني ممكن على الآب ممكن تنزلوه، بس هتبقى مكتوب عليها شوية كلمات، بس ممكن تحتفظوا بيها من باب انك تحتفظ بيها لنفسكم، او لو اخدتوا الكاميرا طبعا تاخدوا بيكتشرز كتير وفيديو كتير، طبعا حلو. بالنسبة للمطاعم تاني هقول لكم انه انتوا بتبوكدوا المطعم بتاعكم وبتختاروه، المطاعم فخمة جدا حلوة، هي نفس الاكل. الوقت البوفيه ما بيبقى شغال فوق في القاعة اللي فوق، هي وقت نفس الاكل اللي بيبقى شغال تحت في المطاعم. هما حاجتين، اوبن بوفيه فوق ومطاعم تحت. خلاص طبعا انا بتكلم بسرعه فانا اسفه كتير على الغلطات عشان الفيديو ما يطولش عليكم. انتوا ممكن تختاروا انكم تاكلوا في الاوبن بوفيه. المطعم تحت بيبقى مميز بصنف واحد، لكن هو نفس الاكل اللي بيبقى في الاوبن بوفيه هو نفس الاكل اللي بيبقى في المطاعم تحت، لكن بيقدمه لكم بشكل احسن. مش بتقفوا طوابير، طبعا مش طوابير جامده، يعني مش بتقفوا تسرفزوا لنفسيكوا، بيبقى فيه سيرفز ليكوا الحاجات دي كلها، لكن الاكل هو اللي بيبقى فوق، هو اللي بيبقى في تحت، بس المطعم بيبقى مميز في صنف واحد. يعني اليوم اللي انا اكلت فيه موز ضاني تحت في المطعم ما كانتش طبعا موجوده فوق في الاوبن بوفيه، فشايفين في ميزه واحده، لكن الاكل فوق وتحت تحفة. لكن طبعا فوق unlimited، تقدروا تاكلوا اي كمية انتوا عايزينها. في المطعم بتطلبوا صنف او 2 وخلص الحوار على كده، لكن اللي حابين طبعا انه تتسرفز لهم الحاجة الكلام ده كله اوكي. احنا على فكرة جربنا في الاتنين، يعني انا نقلت لكم الاتنين. اللي انا بصوره لكم ده كله ده مصنع شوكولاتة جوه MSC مارافيليا، واخر يوم عملت فيه شوكولاتة كان فيري بيزي. الشوكولاتة بتاعتهم حلوة جدا، هنزل لكم برضو الفيديو بتاعها. اسألوني في الكومنتات، انا عارفة انكم انتوا سألتوني على ديتيلز من ناحية الفلوس، انا عامله لكم الفيديو ده، بس انا حابة اتغوط معاكم شوية عشان اوريكم انه يعني الفلوس اللي انتوا هتدفعوها worth it على ان انتوا هتهاف فن. يمكن اول يوم انا ما كنتش عارفة اعمل فيه حاجات كتير، لكن تاني يوم كان مليان بحاجات تشويقية. الشاشة دي كانت في السقف
طول ما انتوا ماشيين بطول المركبة بتعمل اشكال تحفة. دي هنا كان وقتها اول يوم كان بيشرح لكم فين هتلاقوا ايه هتلاقوا فيه ايه وهكذا. زي ما قلت لكم انا ما دفعتش اي فلوس تاني انكلود جوه غير للحاجات الاكسترا، وهقول لكم ايه هي الحاجات الاكسترا بعد كده. اسالوني في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتم محتاجين تعرفوها اكتر، و يعني يا رب اكون بعرف انقل لكم الصوره. بس عارفين صعب قوي بجد يا جماعه انكم انتوا تبقوا ماشيين على طول شغالين تصوروا. ده كان مكان مخصص للازايز ديت، ممر بحاله، عاملين كميه ديكوريشنز جوه تخليكم مش عارفين تتفرجوا على ايه ولا ايه، تاخدوا بيكتشر جنب ايه ولا ايه. هي كبيرة قوي، هتقعدوا ال7 ايام وممكن في اماكن ما توصلهاش من كتر الاكتيفيتي الشو اللي هم عاملينها، حاجات كتيرة جدا. هتلاقوا نفسكم اليوم بيخلص وانتوا لسه ما عملتوش حاجات كتيرة قوي.